البيك حراق هو مطعم للوجبات السريعة، يتميز بأكلاته الرائعة، واشتهر بتقديم وجبة الدجاج المعروفة باسم البروست، حيث لاقت وجبة البيك حراق رواجا وقبولا كبير بسبب مذاقها المميز الناتج عن خلطة البهارات والتوابل المستخدمة والسعر المناسب للجميع. بالإضافة إلى الخدمة الممتازة والجودة العالية. نقوم بعملية تقطيع الشاورما. نبدأ مبدئيا بالفخوذ، وبعدها بالصدور بالقطع، ثم نقوم بالرص عرض اللي يسمى السيخ. نقوم بعملية التقطيع الشاورما وتنزيل الزبون، وبعدها نصلح للزبون. أما نصلح للزبون على حسب طلب الزبون، إن كان الزبون يشتي صافي صلحنا صافي، إن كان يشتي متبل صلحنا له متبل على طلب الزبون. بعدها نقوم بعملية الخلط بسبايسي، أي شيء طلب الزبون، يعني زي ما تقول. حين نوضع للزبون نذوق طعمها. الشاورما مكونة من 20 صنف، كل صنف يعني له وزنية، يعني وزنية بالجرام، ضروري يكون وزنية الصنف هذا بالوزن، يعني ما نقومش نزيد ولا ننقص ولا شيء، لأن ما تطلعش المذاق نفس المذاق اللي يطلبه الزبون. الحين نقوم بعملية الخلط بالخلاط 20 صنف، كل صنف مرحلة لحاله. بعد ما نكون المراحل كاملة نقوم بخلطها وسكبها على اللحم نفسه. طبعا عندنا شوارما صاج، عندنا شوارما باللبناني، عندنا شوارما بالبلدي، عندنا شوارما بالاسمول، عندنا كل شيء، يعني على حسب طلب الزبون. الزبون اي وقت ما يشتي طلبه احنا نقدم لكم من المزيد ان شاء الله مع الايام القادمة. ليس الوحيدون ولكننا ان شاء الله الافضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم العصائر، اول شيء الكيوي. فاكهة الكيوي هذه ايش؟ عصير كيوي فائدته كثيرة ومتعددة. نتميز في المذاق، في الطعم، في الجودة. هذا عصير الكيوي. اما عصير المانجا يختلف على الكيوي، وعصير الليمون وعصير الجوافة كله طبيعي، فواكه طبيعية وصحية للجسم. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل، يعني بالجودة والطعم واللذة والمذاق. مطعم البيك حراق يقدم لكم أنواع العصائر المتعددة مثل العرايسي، المانجا، كوكتيل، افكادو، الى وغيره من العصير وانواعه. قسم البروست، طبعا البروست يتكون من 25 صنف، وهذا طبعا سر المهنة. لسنا الوحيدون ولكننا الافضل باذن الله تعالى. البروست طبعا لما تنزله داخل الماكينة 15 دقيقة عشان يطلع ناجح وشاحط مقرمش. طبعا لما يطلع من الماكينة تنزله للزبون الشيبس والثوم والشطة والحركات. الزبون ايش؟ ياكل الربع يطلب ربع ثاني من شدة اللذة والطعم والجودة. طبعا تم افتتاح قسم السلتة والفحسة بإذن الله تعالى، وسلتة صنعاني، يعني السلتة والفحسة يختلف الطعم والجودة. السلتة تتكون من لحم وغيره وبطاط وكذا وكذا، والفحسة لحم صافي. طبعا الفحسة ب3000 والسلتة ب2000. طعم وجودة ومذاق
مع الحلبة، مع السحاوق، مع التوابع، مرق. الآن نتكلم على إيش؟ على الكباب. الكباب طبعا لحم بلدي، ويتكون من بهارات عديدة، ثم نتبل الكباب هذا مع الخضرة، مع حق التوابل والمكونات. الزبون لما يصل لعندنا للمطعم، مطعم البيك حراق، يطلب الحاجة موجود: برص، سلتة، فحسة، برجر، فاهيتا، زنجر، كباب، عصاير، شورما، موجود. طبعا إن شاء الله نتقدم للأفضل بالجودة، بالطعم، بالمذاق. طبعا هذا بفضل الله تعالى، وبفضلكم، وبفضل الزبائن، يعني بتشجيع الزبائن لنا، وبإصرارهم، وبتقدمهم لنا، يعني في حاجات كثيرة متعددة. طبعا مطعم البيك حراق في خدمة الزبون، وبخدمة أي شخص يطلب طلبيات من المطعم هذا. يعني نوصل الطلبات إلى البيوت، إلى المحلات، توصيل مجاني. في أمان الله.